أهلا بيكم في نودي وأسماء. أنا نودي وأنا أسماء. هنقدم شيش بصدور الدجاج بشكل غير تقليدي، هيبقى طري من جوه وعليه طبقة مقرمشة من بره بطريقة سهلة وبسيطة. عندنا نص كيلو من صدور الدجاج أو الفراخ، نشيك عليهم ونخرج أي زيادات احنا مش عايزينها. بعدها نشطفهم تحت المية الجارية، يعني مية الحنفية، ما ندعكهمش بإيدينا ولا أي حاجة. نقطع الصدر في الأول لشرائح طولية وبعدين نقطعه مكعبات. هنستخدم في التتبيلة بيضة كاملة، هنضيف عليها معلقة صغيرة من الملح وزيهم كاري وفلفل اسود وبابريكا، وضفت على البابريكا نص معلقة صغيرة شطة، دي اختيارية هتدينا لمحة شطشطة كده. نقلب البيض مع التوابل كويس. هنضيف 100 ملي أو 150 من المياه الغازية. كوب المياه الغازية ده بقى اللي هيدينا الطراوة ويخلي الشيش طري معانا. هنغطيها ونسيبها في التلاجة أقل حاجة 4 ساعات، يعني كل ما سيبناها أكتر هيبقى أفضل. هنستخدم أسياخ خشب، مش هننقعهم في أي مية علشان هنحمرهم في الزيت، مش هنحطهم في الفرن. وهنستخدم الحجم الصغير، هيبقى أريح لنا في الشغل. الفراخ بعد ما أخدت وقتها في التتبيلة في التلاجة هنخرجها ونصفي كل كمية السوائل منها. هنبتدي نسيخ قطع الفراخ. آخر حاجة قبل التحمير هنغلف قطع الصدور في البقسماط. هنحمرها في زيت وسط، مش غزير ومش قليل. أول ما ياخد لون نقلبه على الناحية التانية. ياخد لون ونخرجهم على ورق مناديل. في النهاية نقدمه بالشكل والطريقة اللي نفضلها. كده الوصفة خلصت. ممكن نقدمه مع مكرونة بيبقى حلو قوي، أو نقدمه مع رز، أو نعمله ساندوتشات. إن شاء الله تجربوه وتقولوا لنا رأيكم. بالهنا. فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واستنونا الوصفة الجاية مع نودي وأسماء.